بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصيام هذا الشهر الفضيل، وأن يوفقنا لصيام أيامه وقيام لياليه، وأن يوفقنا لاستثمار هذا الشهر العظيم، فهو شهر الاستثمار في الباقية الصالحات. ولا بد أن يرافق هذه الأيام جملة من الأحكام الفقهية التي يجب على المسلم أن يتعرف على تلك الأحكام من أجل أداء والقيام بهذه الشعيرة وأداء هذه شعيرة الصيام بشكل جيد، ونسأل الله القبول. معروف عند الناس جميعا وعند المسلمين خصوصا يوم الشك، يقول لك غدوة يوم الشك، واليوم ليلة الشك إلى آخره. إذا غيمت ليلة الثلاثين من شعبان، يعني فيها غيوم، فصبيحة ذلك اليوم تسمى بيوم الشك. يوم الشك لماذا؟ لا ندري هل دخل وولد يعني هلال رمضان ليصوم الناس، عمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم تحصل غيم، يعني الرؤية لم تتحقق، لم تتبين، وبعدين نبين شكون اللي يشوف، واحد ولا زوج ولا جماعة ولا إلى آخره. ذكروا هذه الأمور بعدين. نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غم عليكم، كان غيم، الرؤيا لا تبين ولا تتبين، فأكملوا العدة 30. الحديث الصحيح رواه الإمام النسائي وأبو داود وغيرهما. إذا كان صار غيم، يعني إذا تمت الرؤيا، يعني إذا حللنا هذا الحديث: صوموا لرؤيته، فإذا تحققت الرؤيا في المذهب عندنا بعدلين أو بجماعة مستفيضة، معليش ندقق في هذه الأمور. إذا كان شافوا واحد وحده لا يكفي، وإن كان هذا الأمر عند بعض العلماء يجوز. بعدين نتكلم عن اختلاف العلماء في هذه المسائل. نجتهد في رفع الحرج عن عموم الأمة في هذه المسائل الفقهية. إذن فعندنا إذا ثبتت الرؤية، رؤية هلال رمضان بعدلين، شخصين عدلين، يعني هؤلاء، يعني هذان الشخصان معروفان بالعدالة، معروفان بالصدق، لم يعرف عليهما كذب، فثبتت الرؤيا أو تثبت الرؤيا بجماعة مستفيضة كما يقول الفقهاء المالكية وغيرهم، يقول لك بجماعة غفيرة. والجماعة المستفيضة لا تشترط فيها لا الذكورة ولا العدالة. إذن تثبت الرؤيا بعدلين أو بجماعة مستفيضة. وإذا تعلق الأمر بالجماعة المستفيضة لا تشترط الذكورة ولا تشترط العدالة. تتمة الحديث: فإن غم عليكم، كان غيم، الرؤيا لم تتبين، لم تتضح. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا في نهاية الحديث: فأكملوا العدة 30. يعني هناك أحاديث أخرى كثيرة، أحاديث عن ابن عباس، أحاديث عن أبي هريرة وعن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأحاديث في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد. الوقت لا يسع لنفصل في هذه الأمور، فاخترنا هذا الحديث. ولكن هناك أمر مهم جدا. أنا عرفت يوم الشك، تعريف يوم الشك الآن إذا كان الإنسان صام يوم الشك، صام يوم الشك، السؤال مطروح: هل هذا جائز؟ المسائل المطروحة في الشك إلا الصيام فقط أو فيها أشياء أخرى؟ في أيضا اختلاف المطالع، يعني نتحدث عن اختلاف المطالع. بالنسبة للعبادة فيه الصوم فقط. نعم. إذا كان إنسان صام يوم الشك، الناس تسأل: هل يجوز الصيام بيوم يوم الشك؟ الجواب: هناك من قال بالكراهة
بالكراهة، يعني صيام يوم الشك مكروه. وهناك من قال بالتحريم. الذين قالوا بالتحريم جابوا حديث عمار اللي يقول من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم. إذن معنى الحديث واضح. نعم. الذي يصوم يوم الشك، اليوم الذي يشك فيه الناس فهو يوم الشك، تتمة الحديث فقد عصى أبا القاسم. هذا الحديث استدل به الفقهاء الذين قالوا بالتحريم، يعني بعدم جواز يوم الشك، صيام يوم الشك، صيام يوم الشك، صيام يوم الشك. ورد على هؤلاء الذين قالوا بالكراهة، قالوا بأن صيغة الحديث لا تفيد التحريم ولكن تفيد التنفير. يعني الأفضل أن الإنسان ما يصومش ذلك اليوم، يعني يوم الشك. ويفيد عندهم عند من يقول بالكراهة أن صيام يوم الشك حكمه الكراهة لا التحريم. هناك أحكام أخرى متصلة بها. إذا كان الإنسان مثلا صادف، وإن كان ليس في الشرع صدفة ففي الشرع قدر، إذا كان الإنسان أخي محمد صالح موالف يصوم مثلا يصوم يوم الخميس، موالف يصوم يوم الخميس، الاثنين والخميس، وطاح مثلا يوم الاثنين أو يوم الخميس هو يوم الشك، فماذا يفعل؟ هل يصوم ذلك اليوم لأنه اعتاد صيام ذلك اليوم، في العادة نتاعو كان يصوم ذلك اليوم، أم لا يصوم ذلك اليوم اعتمادا على هذه الأحاديث التي تمنع أو تكره صيام ذلك اليوم؟ قال العلماء قالوا أن صيام ذلك اليوم إذا كان صاموا، وإذا كان جاء من وثبت أنه من رمضان، قال فذلك اليوم لا يعتد به، بمعنى لا يجزئه. نعود، إذا كان يوم الشك مثلا يوم الاثنين أو يوم الخميس، صادف أن ذلك الإنسان يصوم تلك الأيام، ولكن في النهار تأكد أن ذلك اليوم هو اليوم الأول من رمضان، ولكن هو بنيته صامه تطوعا لأنه في عادته صيام نافلة، صيام يوم الاثنين أو الخميس. وقدر الله عز وجل أن كان ذلك اليوم يوم الشك هو أول يوم من رمضان. نقول هل يجزئه ذلك اليوم يحسبه رقم واحد في رمضان؟ نقول لا، عليه القضاء. معنى بعد تمام شهر، يعني بعد العيد، بعد عيد الفطر المبارك، يقضي ذلك اليوم الأول. السبب لماذا؟ لأنه لم يبيت النية، لم يجزم في نيته، هو صامه على أنه تطوع، ولكن قدر الله أنه طاح ذاك اليوم هو اليوم الأول من رمضان، أو يصوم احتياطا يعني، أو يصوم احتياطا. والحالة الثانية إذا كان قضاء يقضي يعني يوم من أيام رمضان السابق الماضي، وصادف يوم الشك، ولكن يوم الشك هذاك ثبت بعد ذلك أنه أول يوم من رمضان، هل يجزئه ذلك القضاء؟ الجواب لا يجزئه ذلك اليوم عن قضاء اليوم من الشهر الماضي، أقصد من العام الماضي، ولا يجزئه كيوم رقم واحد من العام الحاضر، من الشهر الحالي أو الحاضر. فهناك تفاصيل في هذا الموضوع، ربما أكتفي بهذا إذا كان في سؤال. النقطة الأخيرة في موضوع يومي الشك اختلاف المطالع ورؤية الهلال بين الرؤية الفلكية والرؤية الشرعية، وسجال الدائر بين هذين الموقفين. هذا سجال دائر، لا شك أخي محمد صالح أن الأمل معقود على أن تتوحد الأمة المسلمة الواحدة على هذه الشعائر، مما يدمي القلب ومما يحزن القلب أن تتفرق الأمة في هذه الأيام المباركة. شيء محرج جدا، وأحيانا تحصل الفرقة في البلد الواحد.
لماذا دكتور الصوم يجب أن نتوحد فيه؟ كالصلاة لا نستطيع أن نتوحد فيها. نعم. مثلا الظهر في مكة يكون في وقت معلوم، وفي بخلاف الظهر في الجزائر أو المغرب أو غيرها. نعم. الزكاة كل إنسان متى يحول عليه الحول. الحج يعني له يعني ارتباط معين، بينما الصوم نوحد فيه. عرفات تجمعنا. نعم. عرفات تجمعنا. نعم. يعني الأمة تفترق. نعم. تفترق ويأتي عرفات، يأتي نعم. يوم عرفات وتجتمع الأمة. نعم. أكيد الذي يستقرئ الأحكام الفقهية في هذا الباب يجد من قال بثبوت. طبعا الرؤية الشرعية أساسا تكون بالرؤية البصرية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولكن هناك من ناقش هذه المسألة بالذات. قال حتى الذين يستخدمون الوسائل العلمية التكنولوجية يصدق عليها كلمة الرؤية. هي رؤية ولكن بوسيلة تكنولوجية، هي يعني حسابية يعني بعض الأحيان. نعم. والحساب الفلكي الذي يستقرئ هذه الأحكام يجد الآتي: هناك من يؤكد على ضرورة ثبوت أو تمام الرؤية بالرؤية البصرية فقط، صوم لرؤيته وافطر لرؤيته. هناك من قال بجواز اعتماد الحساب الفلكي. نعم. هذا أمر موجود في الفقه الإسلامي. هناك من رأى بجواز اعتماد الحساب الفلكي في ثبوت رمضان. ونرى التوفيق، يعني الرأي الأصوب في هذا الأمر أن نوفق بين الرؤية والحساب الفلكي اعتمادا على هذه النصوص الشرعية. بمعنى لا يمكن استبعاد النصوص الشرعية في هذا الأمر. علاش قلت يعني توافق الأمة ووحدة الأمة في هذه الشعائر هذا مطلب محبوب نتمناه. طبعا هذا الأمر موجه لولاة الأمور، ولهم من الوسائل الكثيرة جدا في هذا الزمان، ونتمنى أن يستثمر ولاة أمور المسلمين الوسائل المتاحة في عالم اليوم من أجل تحقيق هذه الوحدة بين المسلمين ورفعا للحرج. ولكن إلى غاية ذلك نقول إذا اختلفت المطالع، كنرجع للإمام مالك رضي الله عنه قال إذا اتفقت المطالع ورؤية ذلك الهلال هلال رمضان في بلد من البلدان، يلزم البلدان المجاورة التي تتفق معها في المطالع أن تتبعها. هذا في رأي الإمام مالك. ولكن إذا عدنا إلى الشافعية، طبعا الإمام مالك يكمل أيضا في رأيه، أما إذا تباعدت الديار واختلفت المطالع فلكل بلد رؤيته. هذا عند الإمام مالك في المالكية. وعند الشافعية والحنابلة يقول لك لكل قطر ولكل بلد رؤيته وصومه وإلى آخره. كخلاصة القول نقول هذه الاختلافات في الحقيقة لا تضر كثيرا. ما قلنا يعني ما عبرنا عنه ذلك المطلب العزيز نتمنى أن يتحقق رفعا للحرج. ولكن هذه الاختلافات لا يصح إطلاقا أن تخدش في وحدتنا أو أن تجعل ذلك الحرج يؤثر في صومنا أو يؤثر في عباداتنا. فذلك الاختلاف نسأل الله أن يكون رحمة لا نقمة. ونتمنى أن يجتهد المسلمون كل من موقفه، رجال الإفتاء ورجال السياسة وولاة الأمور، من أجل التقريب بين الأمة المسلمة. فهي أمة واحدة، أمة وسط، نتمنى أن تتفق في هذه الشعائر لتكتمل سعادتنا واستقبالنا لهذه المناسبات الدينية.